السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، طلابنا حبايبنا أبطال الصف الأول الثانوي، يلا بينا يا شباب نحل تقييم الأسبوع الخامس في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي. يلا بينا. بص يا عم، السؤال الأول طبعا ده التقييم ده بيتكلم عن الخوارزميات أو الوحدة ال 12. تمام؟ طيب إحنا السؤال الأول بيقول لي ما المقصود بالبرمجة؟ إيه المقصود بالبرمجة؟ قال لي هي استخدام الحاسوب. ده هي البرمجه ان انا استخدم الكمبيوتر وخلاص؟ لا طبعا. طيب قال لي تاني حاجه هو استخدام كتابه اوامر بلغه يفهمها الحاسوب. خلينا نشوف. تشغيل البرامج، تصفح الانترنت. طبعا هو كتابه اوامر بلغه يفهمها الحاسوب. تمام؟ طيب دي الاجابه الصحيحه. طب السؤال الثاني بيقول لي البرنامج هو ايه؟ البرنامج هو ايه؟ يعني ايه برنامج؟ البرنامج هو جهاز الكتروني. طبعا غلط. مجموعه اوامر تنفذ مهمه محدده. طبعا دي الاجابه الصح. ملف صور غلط. قاعده بيانات اللي هي الداتابيز. طبعا ده غلط. طيب لغه البرمجه هي ايه؟ لغه البشر. احنا لغتنا هي لغه البرمجه؟ لا طبعا. وسيله تواصل بين المستخدم والحاسوب؟ طبعا لا. طب مجموعه قواعد لكتابه اوامر الحاسوب؟ طبعا دي هي لغه البرمجه، ان احنا مجموعه قواعد لكتابه اوامر للايه؟ لكتابه اوامر الحاسوب. طيب السؤال الرابع، ما فوائد تعلم البرمجه؟ زياده حجم الجهاز. احنا بنتعلم البرمجه عشان نزود حجم الجهاز؟ طبعا لا. حل المشكلات بطريقه منظمه؟ طبعا صح. تقليل سرعه الحاسوب؟ طبعا غلط. منع استخدام الانترنت؟ طبعا ايه؟ غلط. طيب الاختبار الثاني بيقول لي اول سؤال، اي مما يلي يعد مثالا على لغه البرمجه؟ ايه اللي من قدامك ده يعد مثال على لغه البرمجه؟ طبعا بدون اي كلام هي لغه البايثون. طبعا الويندوز ده نسخه اللي هو البرنامج اللي احنا بنتعامل عليه. طبعا جوجل ده ويب سايت. اكسل ده برضو برنامج. طيب يبقى لغه البرمجه هي اللي عندنا هنا ايه؟ بايثون. طيب المبرمج هو الشخص الذي يستخدم الحاسوب. اي حد بيستخدم الحاسوب ده معناه ان هو مبرمج؟ لا طبعا. طيب يكتب البرامج بلغه برمجه؟ صح. يصلح اجهزه الحاسوب؟ طبعا ده غلط. يدير الشبكات؟ طبعا ده غلط. يبقى المبرمج يكتب البرامج بلغه الايه؟ بلغه برمجه. طيب قبل كتابه البرنامج يجب تشغيل الحاسوب، فهم المشكله جيدا، حفظ البيانات، تثبيت النظام. طبعا قبل ما اكتب البرنامج لازم افهم المشكله انا هحل عشانها البرنامج، لان انا اصلا اصل البرمجه عندي هي البروبلم سولفنج اللي هو حل المشكلات. يبقى انا لازم افهم المشكله. طيب الخطوه التاليه بعد كتابه البرنامج هي ايه؟ اول حاجه بعد ما اكتب البرنامج انا خلاص كتبت الكود بتاعي، اعمل ايه؟ اول حاجه افهم المشكله. لا خلاص هي دي قبل كده. تنفيذ واختبار البرنامج، ان انا اختبر البرنامج اللي انا كتبته. تمام؟ طيب الاختبار الثالث، لغه البرمجه تستخدم في كتابه الرسائل، اعطاء اوامر للحاسوب، رسم الصور، تخزين الملفات. طبعا اعطاء اوامر. تمام. البرنامج الجيد معقد؟ لا طبعا. غير واضح؟ لا طبعا. خاليا من الاخطاء؟ دي الاجابه الصحيحه. طويل جدا؟ لا طبعا. اي مما يلي لا يعد من لغات البرمجه؟ الجافا سكريبت طبعا لغه برمجه، البايثون لغه برمجه، الاتش تي ام ال تعتبر لغه برمجه. يبقى الويندوز هي الاجابه الايه؟ اللي مش من ضمن لغات البرمجه اللي هو عايزها. طيب اختبار البرنامج يهدف الى زياده حجم الكود؟ بنختبر البرنامج عشان نزود حجم الكود؟ لا طبعا. اكتشاف الاخطاء وتصحيحها؟ طبعا دي الاجابه الصح. حذف الاوامر؟ لا غلط. تغيير لغه البرمجه؟ لا غلط. وده يكون اخر سؤال عندنا في الاختبار الثالث اللي هو اخر اختبار في التقييم الاسبوعي الخامس في لغه البرمجه والذكاء الاصطناعي. سلام.